ونقول صباح الخير، اهلا بيكم عيله هايدي سعد الدين. وحشتوني جدا جدا جدا. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا انا متوتره وانا بصور الفيديو ده، بس هو في حدث تاريخي صراحه. يعني ما كنتش متخيله ان ال30 سنه ان انا عشتهم هيبقى فيهم الحاجات الغريبه اللي احنا بنشوفها في التلفزيون وفي الافلام الاجنبي بقى، اللي هو ايه الاحداث المش طبيعيه والفيروسات والليله دي كلها والتطعيمات والكلام ده كله. ولكن ده اللي حصل. والحقيقه مش عارفه ال10 سنين الاخرانيين راحوا في ايه. ضاعوا في حاجات كتير ملهاش اي 30 لازمه. ضيعت العشرينات بالسلامه. بس النهارده حدث مهم وموترني عشان اكون صريحه معاكم. يعني طبعا انتوا عارفين ان نزل الفاكسين او التطعيم بتاع كوفيد 19. اوكي، قال لك اللي عايز ياخد ياخد واللي مش عايز ما ياخدش. وانا طبعا بما اني شخص مؤدب وقاعد في بيتهم ما بيخرجش وما بيتحركش ومأمن نفسه يعني الى اقصى الحدود لحد بقى يعني بعد كده بقى في ايد ربنا. ولكن مصطفى اقنعني ان انا اخد الفاكسين. مغطيه صوتي عشان انا في مكان مفتوح والناس تتفرج عليا. بيني وبينكم يعني نيجي بعد كده للفيروس والفاكسين. خلصنا من الفيروس دخلنا على الفاكسين. والحقيقه النهارده في يوم تاريخي انا هاخد الفاكسين بتاع كوفيد 19 اللي اعتقد الى حد ما يعني عشان ما بقاش غلطانه هو اسمه سينوفارم. ده اللقاح الصيني. انا ما كنتش ناويه يعني صراحه، انا ما كنتش ناويه اخده خالص لاني قاعده في البيت ما بتحركش كتير، بحاول يعني التزم بالاجراءات الاحترازيه على قد ما اقدر. بس مصطفى لعب على الوتر الحساس صراحه. قعد يقول لي انت مناعتك ضعيفه وعشان لما تيجي مسافره مصر وبقالك 3 سنين ما نزلتيش، وترني الى اقصى الحدود وخلاني اضعف واجي اخد التطعيم. دلوقتي انا بصور لكم الفيديو ده ليه؟ بصور لكم الفيديو علشان تشوفوا الاجراءات وتشوفوا التفاصيل وتعرفوا ايه اللي بيحصل. وبعد كده يعني بعد ما ينزل لكم الفيديو ده لو في اي حاجه حصلت، مثلا لو في اعراض، لو في رد فعل حصل معين ضد تجاه من جسمي تجاه الفاكسين، هقول لكم عليه وهقول لكم تعملوا ايه بالظبط وايه الحاجات اللي هم هيقولوا لنا عليها نتبعها، ومين اللي ممكن ياخد الفاكسين ومين اللي ما يقدرش ياخده، لان في فئات معينه طبعا ما تقدرش تاخده، مش كل الناس. فاستنوا معايا شويه كده هصور لكم التفاصيل. وبعدين معانا اصحابنا كمان يعني ايه، احنا جايين عيله عشان نقوي بعض. جايين عيله نقوي بعض كده. فاستنوا معايا التفاصيل كلها وراجع لكم تاني. طيب بصوا دلوقتي دخلنا وسلمنا الاميريتس اي دي بتاعتنا وكوبي، والاوريجينال كمان كانوا محتاجين الاوريجينال. وقالوا لنا مفاجاه الحقيقه صدمتني صدمه فظيعه جدا. قالوا لنا ان احنا لازم قبل ما ناخد التطعيم هنعمل PCR. ده ما كانش على البال ولا على الخاطر، لانه يعني كذا حد في البيت عملها، مراد عملها ومصطفى عملها، وانا دايما اقول لهم بصوا انتوا جربوا في حد فيكم، لانه لو طلع عندكم هيبقى عندي، فخلاص يعني انا اللي بهتم بيكم كلكم. بس الحقيقه دايما كنت بهرب من موضوع الPCR ده، ولكن انا مضطره دلوقتي ان انا اروح اعمل PCR واصور لكم. وادعوا لي عشان انا ما جربتهاش قبل كده. ممكن ناس كتير تعتبر ان هي سهله وبسيطه ومش ايه، بس فعليا انا ما جربتهاش وانا بخاف. يعني حرفيا انا شخص شويتين 3 جبان. فهنروح اول حاجه خطوه كده انتوا عرفتوها ان احنا بنعمل PCR قبل ما ناخد التطعيم، ولازم يكون معاكم الهويه بتاعتكم، الصوره والاصل. اوكي يلا ارجع لكم تاني. I didn't do like this before. عشان اصور عمو معاه. Hopefully, yeah. Bring down your mouth. Cover your mouth. Okay. Like this. Okay. Just take easy, yeah. Just easy. خلاص. Okay. Sorry. Okay. Down, eh. ايه الاخبار؟ ده حلو. ايه ده اشمعنى انت اللي تطمن على صحتك؟ I see. No problem.
Can I have this? So do like this. Just easy, okay? Relax. خلاص. ايه ده ايه ده السهولة دي؟ ارزاق. احنا بنشكرك جدا على اليوم الظريف اللي احنا مقضينه مع بعض دوت. يعني احنا جايين اولا عشان نتجمع مع بعض ونخرج من غير الولاد، وما تجيش الموضوع التكسير ده يحصل ايه؟ احنا جايين عشان نلم مش الحلو. مسامحاكوا لو حصل لي حاجه بعد التطعيم ده. عمليات. احنا جايين عشان اللمه الحلوه، ابعد من كده ما تلاقوش. احنا قلنا نتجمع من غير العيال فرصه. يلا ايه تعال خلاص بجد خلاص دوري جه. بتصوري؟ هتخش دلوقتي دور. طب يا جماعه خلاص دوري جه، اخش اخد الحقنه. دعولي بقى، الموضوع موتر الى اقصى الحدود. الكلب اللي يفهم بيه يجيلهم. يلا. مش الكم كمان. يلا يلا Let's come right and left hand. انت هتتجوز. 1 2 3 ايوه. سترونج بوي. I'm not feeling any sick. مش انت السبب؟ اشرب. وحش وحش. انا خلاص، انا خدت الفاكسين خلاص. بصي هي ما بتوجعش قوي يعني، بس يعني هو الخوف بس. الم لا، هي فعلا ما بتوجعش خالص حرفيا الحمد لله. وقالوا لي مش هيبقى في اي اعراض ان شاء الله، ما فيش حاجه، بس اشربي سوائل كتير وفيتامينز وما اعرفش ايه بس. وبس لا ابتدت توجع شويه يعني سنه، عشان انا مثلا ماسكه السيلفي ستيك بيها، بس ان شاء الله تمام وامان. ويا رب تتزحف الغمه دي من علينا كلنا. استنى عشان احنا لسه ما خلصناش، لسه في تفاصيل كتير هوريها لكم. بعدين انا واخده اصحابي معايا كمان، هوريكم كل حاجه. نزلي الماسك. لا انت هتحلف عشان لا الدنيا بجد اديك الفاكسين انت متخيل. انا مش لسه واخده الفاكسين يا باشا دلوقتي، بشيل ماسك براحتي. انت بتصور ولا احنا في الشارع كده؟ تمام. طب بصوا بقى يا جماعه، انا ركبت المايك عشان الدوشه طبعا، بس خدنا الفاكسين زي ما شفتوا. الموضوع لطيف وخفيف، بس عشان ما بقاش كذابه، في شويه حراره بداوا كده وربنا يستر. بس حتى الان يعني على راي خالد كده انها سليمه، ما حصلش اي حاجه. وبعدين دول بقى اصحابنا، عشان احنا
مجموعه مع بعض كده، فنعيش عيشه فل يموت على الكل. معانا ساره ومعانا خالد. على فكره انا مش حاسس باي سخونيه ولا حاجه يا جماعه. سلم على الناس. طيب السلام عليكم يا جماعه، ازيكم اخباركم ايه؟ احنا سعداء ان احنا معاكم النهارده في الحلقه بتاعت النهارده، بس انا عايز اقول حاجه، انا مش حاسس لغايه دلوقتي لا بسخونيه ولا اي حاجه، انها سليمه يعني، الموضوع تمام، مفيش فيها اي حاجه خالص يعني. انا مبسوط. بالنسبه لحضرتك انا ضحكوا عليا اساسا يا باشا، انا والله العظيم ما لحقت ابص على الحقنه ولا لحقت اصورها ولا لحقت اي حاجه يعني موضوع ولا اي حاجه. انا فجاه لقيتها بتحط الاستيكر. واضح ان مفيش حد جبان في الليله دي كلها غيري. تمام، حتى مصطفى خدها والراجل زي الفل عادي جدا، ما حسش باي حاجه. بس ان شاء الله بقى في جرعه تانية بتبقى بعد 21 يوم هناخدها. بس اللي احب اكده لكم ان النهارده يوم لطيف وخفيف، والموضوع ما فيهوش اي قلق، واحنا خارجين بس عشان الصحبه الحلوه دي ونفلت من غير العيال. تمام، ولا اهم حاجه نخرج من غير العيال. فدلوقتي بقى احنا هننهي الفيديو لحد هنا، واي اعراض هتظهر وعد هصورها وانزلها لكم ان شاء الله. بص هنبقى زومبيز. دلوقتي اقول لكم تصبحوا على خير، واشوفكم في حلقه جديده. وقبل ما تنسوا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لايك وشير، وتقولوا لي مين فيكم طعم ومين ما طعمش. يلا اقابلكم بعدين، باي باي.